السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. انا غايبه بقالي 3 شهور. ادعوا لي. كانت وقعه جامده قوي. يلا الحمد لله، قدر ولطف. الحمد لله ان انا ما كسرتش، بس نتيجها ان انا مش قادره امشي على رجلي ولا قادره اقف. بس بالعلاج الطبيعي بقيت اقدر امشي بالمشايه واقدر اقف اصلي. الحمد لله. دعواتكم ليا. النهارده بقى عملت الوجبه دي وانا قاعده كده، بس ما قدرتش اصورها، فقلت اقولها لكم كده انا عملت ايه. جبت كيلو لحمه مفرومه، وجبت كوبايه برغل مفيد جدا، دخلوه في اكلاتكم. حتى لو عملتيه كده مفلفل بدل الرز بيبقى جميل. غسلتها ورحت حطها على بصلتين بشرتهم كبار، وحطيت عليهم حتة دهنة كده يجي 100 جرام دهن، ورحت حط عليهم نص كوباية مية، وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود وحطيت بابريكا وبهارات كفتة، ودعكتهم جامد قوي كده بايديا يجي 10 دقايق كده مع بعض كلهم. وبعدين رحت ماسكاهم في الكبة، ضربتهم في الكبة لما نعموا قوي كده. وبعد كده جبت معلقة صلصة، حبة فلفل اسود ومعلقة زيت عليهم، ورحت مصبعاهم عشان تدي شكل كده محمر لما تستوي. صبعتهم كده على بتاع الشيش طاووق، لان ما لقيتش حاجة مدورة عندي، معلقة مبرومة كده. رحت عاملاهم كده وطلعوا بسم الله ما شاء الله 4 طباق جمال جدا. يعني كل طبق ينفع وجبة، لو أسرة 2 أو 3 هتكفيهم، مع حبة بطاطس محمرين، طبق رز، طبق سلطة، ونحمد ربنا على كده. الدنيا غالية ولازم نتصرف ونعمل وجبات اقتصادية. أكلة شهية وكل الناس بتحبها. كفتة الحاتي دي بالبرغل جميلة جميلة جميلة. يلا حطوا اللايك واشتركوا في قناة عائلة نهى 22 عشان يصلكم كل جديد بعمله. ما تنسونيش بقى، ما تنسونيش عشان انا ما بنزلش كتير، ونهى اللي كانت بتعمل الفيديوهات. دعواتكم ليا وليا. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.